السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتنا بالمصري والمغربي. اليوم هنحضر سندوتشات سجق. واول حاجة قلت اشارككم عجينة فينو الكايزر. اول حاجة هبدأ بيها العجينة وهنشوف مقاديرها. طبعا انا كنت عاملاها فيديوهات قبل، بس مش مشكل ان انا هشاركها معاكم اليوم برضو. دي خميرة، معلقة خميرة فورية على معلقة سكر. هي دلوقتي اختمرت اهو، سبتها 3 دقايق عشان تختمر. ادتني القشرة دي، فكده الخميرة بتاعتي حلوة وجميلة. عندي معلقة زيت نباتي، وعندي بيضة كاملة هاخد منها البياض والاصفر هسيبه للوش. وعندي هنا نص كيلو دقيق، عليه ملح، رشة ملح، وربع معلقة صغيرة بيكنج باودر. دي ابيض لجميع الاغراض. هنبدأ احط الخميرة الاول، على زيت، ناخد البيضة. طبعا انا هاخد منها بس البياض، طبعا الاصفر هسيبه للوش في الاخر. وهنبدأ العجينة. طبعا العجينة اهو عجنتها، هسيبها تخمر وارجع لكم تاني ان شاء الله وهنشوف هنعمل فيها ايه. وكده العجينة اختمرت معانا اهو، اختمرت كويس. دلوقتي بقى هنشكل عيش كور. هنخرج الهواء اللي فيها ده وهنشكلها صغيرة كده اهي. وبعدين شكلتهم قرص اهو، شكلتهم قرص يعني شكل كور كده. هاجي هفردهم تاني هتشوفوا معايا، وسبتهم برضو يرتاحوا اهو واشكلهم تاني. هي ما شاء الله العجينة مفروضة، مش محتاجة عمل. هتشوفوا معايا ازاي هشكله، لان الفيديو اللي قبل ما كانش اللي بتاع العيش الفينو، ما شفتوش ازاي عملتهم. دلوقتي ان شاء الله هتشوفوا ازاي عملتهم. هستعمل الشاشه المفتوح. لازم يخمر كويس عشان يجي منفوش ومنفوخ كده. بصوا معايا الاولانيه كده، الشكل الاولاني
بنيجي هنا نعمل كده وبرضو نمشيها كده عشان ايه العجينة تلزق، وكده اهو الشكل بتاعه شايفين معايا اهو. انا هخلص كل العجين اللي عندي هنا وارجع لكم ان شاء الله. ودلوقتي بعد ما اختمرت اهو هنيجي ندهنها بصفار البيضة مع شوية خل عشان ما يكونش شوية زفارة. فهندهن العيش دلوقتي وهندخله الفرن. ولو مش حابين البيض ممكن تعملوا لبن ومية عادي، بس العيش صفار البيض بيديه لون. وكده خلصنا اهو. انا هدخلها الفرن وهنيجي بقى للطريقة التانية، طريقة السجق. ماشي. ودلوقتي هنيجي لطريقة السجق. انا عندي 500 جرام سجق، بصلتين متوسطين كده، وتوم، والبهارات الأساسية كزبرة، فلفل اسود، وكيس من الشطة صغير، ده اختياري، وصويا صوص عشان بحبها بتدي طعم قوي في اللحمة وفي الفراخ. هنبدأ ان شاء الله بتحضير السجق دلوقتي، خليكم معايا. ودلوقتي انا حطيت الطاسة على النار، هحط شوية زيت يعني معلقة كده بس. ودلوقتي هنحط السجق اول حاجة. وبعد ما خدت لون كده انا ههدى عليها شوية النار وهاخدها كده واخد بالواحدة اهي. في ناس بتقطعه بس انا بحب ان انا ما اقطعوش عشان ما يتفتتش معايا. دول صغيرين وكانوا اتقطعوا مني فاتفتتوا شويه كده. لما اتحمر انا شلته اهو، بس هنرجع نحطه بس لما نعمل تكه كده. وهنزل بالبصل اهو. في نفس الزيت كده اهو. انا دلوقتي تبلت معايا البصل، هنزل عليه الثوم والبهارات. طبعا احنا قلنا السجق فيه كل البهارات والملح، بس انا مش هحط ملح الا لما اشوف ايه السجق ملحه عامل ازاي.
لو محتاج ملح هزود شوية طبعا. وبعد ما قطعته اهو وتبلت البصل اهي، هنزل عليه تاني بالسجق، وبرده هحط معلقة زيتون وبرده معلقة صلصة دي في الاخر خالص. وكده خلصته. بس ملاحظة انا لقيته يعني ناقص شوية ملح، فحطيت رشة ملح شوية، ودلوقتي هطفي عليه خلاص. هو كده استوى. خليكم معايا نشوف في الاخر والعيش يستوي وطبق السجق ان شاء الله. والعيش فينه اهو بعد ما خرجته من الفرن اهو، جميل جدا وهش اهو. وكده هنعمل فيه السجق، سندوتش السجق، وهرجع لكم في طبق التقديم ان شاء الله. شايفين يا جماعه اهو السجق ما شاء الله طلع معانا جميل جدا تحفه، طعمه تحفه، والعيش كمان اهو خد لون تحفه جميل جدا وذهبي. اتمنى تجربوه واحسن من بتاع بره. شايفين يا جماعه شكل السندوتشات في الاخر اهو، شكلها يفتح النفس وطعمه تحفه جدا. اتمنى تجربوها.